السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام ما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عون ونصير. ورجعت لك تاني صديقي بافجر نسخة واتساب في المجال، وفيها كل المميزات وفيها كمان ميزة المنشن في الجروبات اللي كل الناس طلبتها. فقبل اي كلام ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل حاجة جديدة يوصلك اشعار. مبدئيا كده النسخة بتفتح بالشكل الجامد اللي انت شايفه دي. عندك طبعا خلفية فيديو في الواجهة عن حاجة اقسم بالله جمدان. فما تنساش بقى تقدر اخوك كده عشان مروق عليك اهوت، ونزل لك نسخة فيها منشن وطريقة ارقام وطريقة حذر المرة اللي فاتت. فما تنساش بقى تقدر اخوك. طيب تمام، ودي تلات خلفية، ودي الخلفية الرئيسية، وطبعا هنا التحديثات والمكالمات والمجتمعات. عندك هنا اللي هي طبعا ميزة اخفاء الشتات، وعندك هنا طبعا وضع الطيران، وعندك طبعا الوضع الليلي. طبعا لو فعلت الوضع الليلي كده حاجة اقسم بالله طرش. وعندك هنا التلات نقط دولت اللي هي الإضافات والتحديثات وإدارة الرسائل ورد التلقائي. هتضغط مثلا على أول واحدة كده، طبعا دي بقى شكل مميزات حاجة طرش يعني من الآخر. عندك هنا طبعا الحماية الخصوصية والسمات والإعدادات العامة والشاشة الرئيسية وشاشة المحادثة وإدارة الرسائل. طبعا انت ازاي تفعل منشن في الجروبات؟ هتضغط كده وبعدين هتضغط إضافة MO، وبعدها تاخد أول واحدة دي هتفعلها كده. طبعا انت لو رجعت كده مثلا دخلت على الجروبات، طبعا الجروب ده انا عامله انا والرقم ده. طب تمام، هتعمل منشن كده مثلا اي حروف اهوت، انا ما منشنتش اي حد. طبعا لو خرجت كده ودخلت طبعا على النسخة هتلاقي طبعا اللي فيها منشن اهو، المنشن ظاهر. طبعا زي ما شفت قدامك اهوت منشن في الجروبات بس. انا حاجة اقسم بالله جمدان. طبعا ندخل نكمل بيت الاضافات. طبعا لو رجعت كده ودخلت بقى على الاضافات، خد اول جزء من الباسورد اللي هو يكون 40. اول جزء من الباسورد ده يكون 40. تضغط مثلا على الاضافات دي كده. طبعا عندك هنا حول التطبيق، طبعا النسخة اخر اصدار وتشتغل معاك بدون اي مشاكل، وبتعمل ربط جهاز للناس اللي معاها ارقام معزولة معدة. عندك طبعا الاضافات، عندك هنا منشن في الجروبات، الميزة اللي كل الناس طلبتها طبعا وانا ضفتها لكم ونزلت التحديث على طول. عندك هنا ضغط علامة رابط مشبوع. عندك طبعا خلفيات فيديو في الشات وخلفيات فيديو في الواجهة، واعرف من رفعك ادمن. يعني لو حد مثلا رفعك مشرف تفعل الزرار ده وانت هتعرف من اي حد رفعك مشرف. وعندك طبعا الغاء علامة المنشن وتقليل مساحة النص وتأخير الاصدارات ونص فارغ، مضاد التهنيج وشكل انستا. وعندك طبعا الحماية من اي فيروس، والغاء الاتصال وعدم التهنيج من الاتصال وعدم استلام اي ملصقات. وعندك طبعا عدم التهنيج من اللينكات ومن الروابط، يعني نسخة من الاخر جمدان. عندك طبعا قسم الجمدان وثق رقمك، طبعا انت عايز توثق رقمك بالعلامة الزرقاء. عندك طبعا حذف جميع الروابط، وعندك طبعا ميزة عكس رسائل حذر ارقام. وعندك طبعا الغاء الموقع وتقليل التهنيج وتقليل التهنيج الذكر 2. وعندك طبعا اخفاء الارقام غير محفوظة واخفاء عدد الدردشات، ازالة حد احرف الاسم، ازالة حد احرف الحالة، تقليل التهنيج، وضع الحماية، تقليل حظر الصور، قفل الصور. ترجع كده طبعا عندك هنا قسم المستندات، ازالة عنوان المستند والغاء المستندات. قسم الوهميات، طبعا عندك هنا ارفع نفسك ادمن، وتقليل عدد الشتات، تزويد مشاهدة الاسطوري 1 و2 و3. عندك طبعا ميزة قطع النت، عندك أتنت بتسجيل، أتنت بالصورة، أتنت باستيكر، أتنت بدعوة، الحماية من التهنيج، عدم الحماية من البوت، الحماية من العطل. طبعا الزرار دي مش شغالة عشان ما اضحكش عليك، مقولكش النسخة بتعمل أتنت وهي أصلا مبتعملش أتنت ولا بتعمل حاجة. يعني الزرار دي من سنة كده أيام التحديثات القديمة كانت شغالة مثلا ولا بتعمل أتنت، إنما مع تحديثات الواتساب المستمرة دي ضعفت النت. قطع النت ده ضعف خالص، يعتبر شبه مش شغال. عندك طبعا الإعدادات العامة، طبعا لو انت عايز بقى تفعل وضع الايفون من هنا من اعدادات الايفون، طبعا انت تختار اي اعدادات انت عايزها. وعندك طبعا تفكيك الريكورد 1 و2 و3 و4 و5. وعندك طبعا النسخ الاحتياطي، لو رجعت كده ودخلت مثلا على الشاشة الرئيسية، الاسطر مثلا ولا الانماط والزر العام والتعديلات. وعندك طبعا الستايل والشكل، تقدر انت طبعا تفعل وضع الايفون من الاي او اس نيو 2023. تضغط تنزيل كده وتحمل الوضع الايفون عادي. معلش على صوتي بس اقسم بالله انا تعبان اوي. وعندك طبعا الشاشة الرئيسية، البار العلوي والصور والاسطر والفقاعات
كل الشروحات دي انت عارفها. اخر جزء من الباسورد هيكون 60، اخر جزء من الباسورد هيكون 60. بس كده يا صديقي، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.